متربية في دولة الخليج. يمكن أهلك كانوا خايفين عليكي فكانوا مخلينك ما تتعرفيش على حد وما تتكلميش مع حد، وده شيء كويس مش وحش. انت غلطتي انك انت رحتي له. الصداقة في الجامعة شيء، وانك تروحي له البيت تاني شيء تاني. ان معنى ان انت حبيتيه وحاولت ان انت تروحي تساعديه في حل مشكلة ليه، فدي كانت من الحاجات برضو اللي كانت خطأ بالنسبة لك. نتكلم بقى في الحلال والحرام. اولا هو حرام ان انت تروحي له البيت، لان ما اجتمع رجل وامرأة الا الشيطان ثالثهم. آم، واهله طلعوا اهله ناس مش محترمين طبعا، واهله ناس مش كويسين، ان هم بدل ما يستروا على بنت راحوا فضحوها. احمدي ربنا انك انت ما دخلتيش العيلة ديت. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حلقاتنا النهارده هنحكي عن قصة بنت كانت متربية في دول الخليج، بنت مصرية اتولدت في دول الخليج واتربت في دول الخليج. احنا عيالنا في مصر بنسيبهم كده يلعبوا مع بعض في الشارع، يتعاملوا مع بعض، انما في دولة الخليج كانت مامتها حريصة جدا عليها هي وباباها، وربتها هي واخواتها على ان هما ما يكلموش حد وما يحكوش مع حد وملهمش علاقات بحد. وده كانت الغلطة اللي هم غلطوها، ان هم ما خلوش عيالهم يتعودوا على الناس ويتأقلموا مع الناس عشان ما يقعوش في الأخطاء اللي هتحصل دلوقتي. تعالوا بينا نحكي قصة البنت دي. البنت دي خلصت ثانوية عامة وجابت مجموع دخلها كلية طب، فحبت تكمل طب في مصر، فنزلت تكمل الطب في مصر. دخلت الجامعة، كانت منعزلة لغاية ما شاب عرفها وحاول يكلمها وأقنعها إنه هيبقى إنسان كويس ويكلمها كويس ويكونوا أصدقاء. وهي بطبيعتها وطيبتها آه، سمعت لكلامه وتجاوبت إن هم يكونوا أصدقاء، وظلوا أصدقاء لفترة طويلة. الصداقة قلبت لحب، رغم إن هو كان بيكلمها وكان بيكلم بنت خالته في نفس التوقيت. بنت خالته كان بيحبها وبرضه كان بيكلمها، يعني قلبه ساعة اتنين في توقيت واحد يا موكوسة. المهم يا حبيبتي حبته وطلب ان هو يجي يتقدم لباباه، وكانوا مستنيين باباها ينزل من الاجازة بتاعته. ومامتها طبعا هي حكت لمامتها، ومامتها ما كانتش مقتنعة وكان في قلبها غصة. يا ريتك سمعتي كلام، يا ريتك سمعتي كلام امك وما كملتيش معاه. الشاب ده طبعا حصل معاه مشكلة كبيرة. قبل المشكلة استنوا، نسيت احكي لكم. راحت له البيت مرة واتنين وتلاتة، محصلش حاجة غلط عشان حرام ما نفتريش على حد. حكت وقالت انا ما بروح، ما رحت له البيت مرة واتنين وتلاتة ولكن ما حصلش منه شيء، وفي المرة دي حصل ان هو كان عنده مشكلة كبيرة وكان محتاج حد يساعده في حلها، فانا رحت له البيت. طبعا في فترة التعارف اللي كانت ما بيناتهم عرفها على مامته واخته وخرجت معاهم بدل المرة كذا مرة. ولكن الجيران قالوا لمامته ان في حد بيجي البيت، فمامته طبت عليهم. تسكت؟ لا ما تسكتش. طبعا عشان هو كان على علاقة ببنت خالته في الأول، فأمه مش هتيجي في صفه. فأمه راحت فضحته، طبعا فضحتها هي مش فضحته هو طبعا، فضحته عند فضحتها عند باباه وعمامه وخلانه، بعد ما كانوا متفقين ان هم يجوا يقروا الفاتحة ويكلموا باباها لما يجي من السفر. الموضوع بقى صعب جدا. الست ما رعتش ربنا فيها وفضحتها، وطبعا خلاف ما قلت قيمتها وهي في البيت عندهم، وهزقتها وبهدلتها ونزلتها بكيانة ومنهارة. البنت بتحلف ان هي ما حصلش حاجة بينها وبين الشاب نهائي تماما، ولكن كانت مصدومة من اللي عملوه اهله فيها، وبتقول ان انا ما كنتش متوقعة ان هم يعملوا كده فيا. امال انت كنت متوقعة ايه؟ امه تطلع تلاقيكي معاه في قلب الشقة تعمل ايه؟ تطبطب عليكي وتطبطب عليه؟ طبعا اولا انا عايزه اقول لك على حاجه، هما انقطعت علاقتكم بعض واتفركش الموضوع وانت اتصدمتي، واللي انت حكيتيه كلاته
على عيني وعلى راسي، ولكن انا عايزه اقول لك حاجه يا بنتي، انا زي امك، بس هقولها لك كلمتين. اوعي تحبي شاب وتروحي معاه في حته، لانك انت ما تعرفيش الشاب ده هيعمل معاكي ايه. ايا كان، لو تقولي لي انك انت واثقه فيه، ما تثقي الا في نفسك. ولقيتك سمعتي كلام مامتك لما مامتك قالت لك ان هي مش مرتاحه لهم. تالت حاجه بقى، اهله طلعوا ناس زباله قوي، طلعوا ناس سيئين جدا، طلعوا ناس مش محترمين بالمره. الام اللي هي عندها عيال وعندها بنات، كانت حتى على الاقل، على الاقل ما كانتش راحت فضحتك في العيله كده وسوقت سمعتك. تمام؟ مش عشان بنت اختها تسوق سمعتك. احنا برضو نتكلم في الصح، انت غلطتي، غلطتي في انك انت رحتي معاه. يا بنات انا مش عايزاكم تصدقوا اي حد يكلمكم ويقول لكم ان انا بحبك. الحب ده كلمه سهله جدا انها تنقال، سهله جدا انها تنقال، بس التنفيذ. هو ما قدرش يعمل لك حاجه، ما قدرش ان هو يقف قدام اهله، لانه غلط. حبك وحب بنت خالته في توقيت واحد، ازاي؟ هو قلبه ده مركب؟ تعالي بقى اسمعي اراء اخواتك اللي في البوستات معانا ان شاء الله.